بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخوة في الله، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تحل لنا الطيبات وتحرم علينا الخبائث. آفة الدخان آفة خطيرة على الدين وعلى الصحة وعلى الاقتصاد. أما من الناحية الدينية فهي محرمة لأنها دخلت في حكم الخبائث. أما من الناحية الصحية فقد ثبت طبياً أنها سبب رئيسي للأمراض الخطيرة المستعصية. أما من الناحية الاقتصادية فلا شك أنها تحرق المال مع أنها تحرق الصحة. قال سر يا قلم واكتب وسطر ودون، سجل على الأوراق جزل العبارة، أبيات شعر وافي النظم متقن، منهاج سلي ناظمه عن جدارة، قدمتها مني هدية بلا من، ويكفيك عن بعض العلوم الأشارة. هذه نصيحة، والنصيحة الثمن، وفيما مضى عند العوارف تجارة، نصيحة للي تورط ودخن، زين لها الشيطان شرب السجارة، عساه يصحى للنصيحة ويفطن من قبل تسقط صحته واعتباره. ترى السجاير للحشا ما يفيدن، نار وعار وسقم حال وخسارة، تتلف عليها الكبد والقلب والسن، والثوب كأنه ممرحم فيه فارة، والوجه يظلم والشفاية يتعفن، ويضيق منه من جلس في جواره، ولو وقت في جوفه لقيته كمشن، ولا الخراب اللي تصدع جداره، وتلقى جراثيم الوبا فيه يرعن، وضيق التنفس وارتفاع الحرارة، واللي خلص محصله زعل وانجن، واللي عطى خط يضيع مساره. اخذ العوض فيها من الهيل والبن، كيف الرجال أهل الفخر والنعارة.